وعملت له ايه؟ والله سامحته. ليه؟ صدق ما كذب علي. بنقابل دايما اللي يقول لنا عايز تخس يبقى هات اي منتجات لونها بني، زي التوست البني، عيش التورتيلا البني، او العيش السن كمان، او حتى المكرونه البني والرز البني. لا استنى هنا، تعال اقول لك الحقيقه فين. بكل بساطه القمح اللي بيطحنوه بالقشره بتاعته، بناخد منه الدقيق البني او بيسموه الدقيق القمح الكامل، زي كده ما بنشوفه في اي سوبر ماركت. وكمان القشره الخارجيه بتاعت القمح دي مليانه الياف وقيم غذائيه عاليه جدا. يعني اي منتجات لونها بني بتشوفها في السوق اعرف انها جايه من الدقيق المطحون بالقشره بتاعته، على عكس المنتجات البيضاء العاديه القشره الخارجيه بتاعت الدقيق دي مليانه الياف. وميزه الالياف بقى انها مش بتتهضم بسهوله، فبالتالي بتفضل فتره اطول في المعده، فهتحسسك بالشبع فتره اطول. ده غير كمان انها بتحافظ على نسبه السكر في الدم. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله ما أعرف غير منك دلوقتي. لما تيجي اشتري المنتجات المكتوب عليها دقيق القمح الكامل او دقيق كامل النخال، لان ده افيد لصحتك. وخلي بالك من مكونات المنتج انه يبقى مكتوب عليها 100% حبوب كامله، منعا لاي غش في المنتجات دي. خلصت حلقه النهارده، استنونا في حلقات جايه كتيره، وسلام عليكم.